محتارة تعملي ايه في فطار النهاردة؟ جيبي ب20 جنيه او اكتر خس على حسب اسرتك، وفرخة بالحجم اللي تحبيه، وتعاليلي هخليكي تعملي احلى حلة محشي خس ريحتها هتجيب اخر الشارع، ومعاها فرخة متحمرة في الفرن ودايبة بتتبيلة وتسوية مظبوطة بالملي. فلو فاكرة ان محشي الخس صعب، بعد ما تشوف الفيديو ده هتبقي استاذة فيه، لان هقولك ازاي تنقي الخصاية الصح وسر سلقها عشان الورقة تفضل ماسكة نفسها وتلفيها كمان، وكل حاجة هتحتاجيها لحد التسوية. ويلا بينا نشوف هنعمل كل ده ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله اتهم وام عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واول حاجة نعملها النهاردة هي الفرخة. طبعا حجم الفرخة هيبقى على حسب ما انت حابة. نجيب الفرخة وتكون متنضفة كويس جدا، ونشيل منها اي زفارة زي ما علمتكم قبل كده، ونتأكد من الأماكن اللي بتبقى زفرة قبل ما نسويها. ولو مش عارفين ازاي بننضفها والأماكن دي ايه، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف تقدروا تشوفوا الفيديو بالتفصيل. بعد كده هننقعها في مية النقع اللي اتعودنا عليها، ونسيبها فيها من ربع ساعة لنص ساعة. بعدين بنغسلها كويس من مية النقع. هنحتاج للتتبيلة بتاعتها طماطمية متوسطة مبشورة، بصلة متوسطة مبشورة، وجزرة متقطعة حلقات، وعود قرفة خشب، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة جنزبيل، نص معلقة صغيرة قرفة، وشوية من زر الورد. بنقلب التوابل مع البصلة والطماطمية بالشكل ده. بناخد نص التتبيلة دي ونحطها في بطن الفرخة زي ما بعمل في الفيديو، وكمان بنحط منها بين الصدر والجلد بتاعه زي ما انتوا شايفين. بوزعها كويس في كل الأجزاء دي، وبنشيل نص التتبيل على جنب. بعد كده بنقفل الفرخة. لو مش بتعرفي تقفليها بالطريقة دي، تقدري تربطي رجليها الاتنين بأي خيط عندك. بنكون مجهزين حلة فيها مية وبنسيبها لحد ما تغلي على نار عالية، وأول ما تغلي بالشكل ده بننزل فيها بباقي التتبيلة والقرفة والجزر. بنسيبهم لحد ما يغلوا مرة تانية، بعدين بنحط عليهم الفرخة. بعد ما بنحط الفرخة في المية بنسيبها لحد ما تغلي لمدة 5 دقايق. بعدين بنهدي عليها النار ونسيبها لحد ما تستوي براحتها، وهي ما بتاخدش وقت كتير. لو الفرخة كبيرة بتشوفيها بعد نص ساعة بعد الغليان، أما لو هي صغيرة بنشوفها بعد تلت ساعة من الغليان. ودي الفرخة بعد ما استوت بنشوف انها استوت من الدبوس بتاعها بظهر معلقة مش بسكينة. لو لقيناها دخلت يبقى هي كده استوت، او من الجناح بتاعها لو انكسر بسهولة يبقى برضو استوت. وزي ما قلت لكم في اكتر من طريقة بتعرفي بيها انها استوت ولا لا، زي اننا ممكن نشوفها كمان من الصدر بتاعها بالشكل ده. بعد ما تأكدنا ان الفرخة استوت دلوقتي هنبدأ نحمرها. هنجيب معلقة سمنة بلدي، معلقة صلصة، ورشة فلفل اسود، ونقلب كل ده مع بعض. بندهن بيهم الفرخة من كل جوانبها. تقدري تحمريها بطريقتين، اما في الفرن نحطها تحت الشوايه لمده 5 دقايق لحد ما تاخد لون تحمير حلو من كل مكان، او على البوتاجاز بنجيب طاسه فيها معلقه سمنه بلدي ومعلقتين زيت ونسخنهم كويس جدا، نحط فيهم الفرخه تتحمر من كل جوانبها. ولو حمرتها بالطريقه دي مش لازم تدهنيها بصلصه. ودي الفرخه بعد ما استوت واتحمرت كويس جدا، هي كده بقت جاهزه. دلوقتي هنبدا نعمل محشي الخس، وانا معايا ب20 جنيه خس. طبعا تقدري تجيبي الكميه على حسب ما انت محتاجه. ناخد بالنا واحنا بنشتري الخس نجيبه اخضر ومش دبلان وورقه عريض. وانا مش بغسله هو كده الاول، انا بغسله بعد ما بقطع الورق بتاعه، والخس الباقي بحتفظ بيه في التلاجة من غير ما اغسله عشان مش يبوظ. وقبل ما تبداي تعملي الخس على طول كده لازم تعرفي ان الخس اللي هتجيبيه لا اما يبقى كبير كده او صغير زي كده، وكل نوع فيهم ليه طريقة خاصة بيه في تقطيعه، وهنتعامل معاه بطريقة تانية. بالنسبة للخس الصغير بنمسكها بالشكل ده ونقطعها بايدينا كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، او بسكينة بس الاسهل بايدينا، وبناخدها على بعضها كده وبنحطها على جنب. طب بالنسبة للخس الكبير، الخس الكبير بنبدأ نقطعه من الجزء ده ونشده زي ما بعمل في الفيديو كده، بعدين نقطعه لان الورق اللي بيبقى في الاول ده بيبقى كبير واحنا محتاجين ناخد كل الورق اللي فيه. بعد ما نوصل لقلب الخصاية الورق هيبقى أصغر، فبنقطعه على بعضه زي ما عملنا في الخس الصغير زي ما انتوا شايفين في الفيديو، أو ممكن تسيبيه في الخصاية ونكتفي بالورق الكبير اللي خدناه ده. كده كل ورق الخس اللي عملته، وأنا مش هعمله كله، أنا هاخد الكمية اللي عايزاها بس، والباقي بحطه في كيسة مقفولة في التلاجة وقت ما بحتاجه وأطلعه، بس مش بسيبه في التلاجة لوقت طويل عشان مش يبوظ مني. بعد ما بناخد الكمية اللي عايزينها من ورق الخس بنغسله كويس الأول قبل ما اسلقه، وبنغسله في مجموعات زي ما رصناه. بعد ما بنقطع ورق الخس من الخس كله بنجيب الخسة وننضفها قبل ما نحطها في التلاجة، وطريقة تنظيفها سهلة جدا زي ما انتوا شايفين. بنحط حلة على النار فيها نصها مية، بنسيبها لحد ما تسخن وتعمل فقاقيع مية صغيرة. هي كده جاهزة، لكن مش بنسيبها لحد ما تغلي عشان ده هيهري الخس. زي ما انتوا شايفين شكل المية عامل ازاي، بس ما سيبناهاش تغلي خالص. بنهدي النار على أوطى حاجة، وبناخد رصة من ورق الخس بنحطها في المية
ونخلي المية تغطيه كله بالشكل ده. وأول ما تحس إنه دبل ولونه اتغير بتطلعيه على طول، مش بنسيبه كتير، هو يدوب ثواني وبنطلعه عشان مش يتهرم منك وانت بتلفيه. وده ورق الخس بعد ما سلقته كله زي ما انتوا شايفين، شكله اتغير خالص عن الأول، هو كده بقى جاهز معانا. بعد ما سلقناه بشطفه بشوية مية. ودلوقتي هنحضر الخلطة بتاعت محشي الخس، وهي بسيطة جدا لكن بتخلي محشي الخس طعمه جميل جدا. هنحط شوية زيت وعليهم بصلة متوسطة متقطعة صغير خالص، ونشوح البصل لحد ما تدبل وتبدأ تصفر لكن مش بنحمرها. بعد كده بنحط عليها الصلصة ونقلب كل ده مع بعض. وانا ما بحطش عليها توابل دلوقتي، انا بحط التوابل على الخلطة مش على الصلصة. بنسيبهم على نار متوسطة مع التقليب عشان ما تتحرقش من تحت لحد ما تغلي. بعدين بنهدي عليها النار عشان تتسبك براحتها، وهي مش بتاخد وقت في التسبيك، يا دوب 5 دقايق بالكتير، لانها صلصة كنت مجهزاها مش طماطم مضروبة في الخلاط. لو هي طماطم مضروبة في الخلاط وحطيتيها بتاخد وقت شوية عن الصلصة. بنسيبها تتسبك لحد ما قوامها ما يتقل وتفصل زيت على الوش زي كده، هي كده جاهزة. هنحتاج بعد كده بصلة صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة أو مبشورة، معلقة صغيرة ملح، فلفل، كمون، والخلطة ما بتحتاجش توابل كتير، هما دول كفاية قوي. كزبرة، شبت، بقدونس متقطعين ناعم من غير العروق بتاعتهم. بالنسبة للرز بيبقى على حسب كمية ورق الخس، بس أنا بعمل نص كيلو رز. لو هتعملي كمية كبيرة زودي كمية الرز، وانتي هتعرفي كميته بعد كده لما تتعودي على عمايله. والرز بيبقى متنقي ومغسول وبنصفيه ونستخدمه على طول. دي كده كل حاجة نحتاجها للخلطة، عاوزة تزودي حاجة أو تقللي من حاجة براحتك. نجيب الرز ونحط عليه الخضرة ونقلبهم مع بعض، نحط عليهم شوية زيت ونقلبهم، وده هيخلي الرز مفلفل بعد التسوية مش معجن. نحط عليهم الصلصة واحدة واحدة لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، وبنشيل معلقتين صلصة على جنب عشان هنحتاجهم، ونقلبهم مع بعض كويس. دي كده خلطة المحشي بقت جاهزة معانا، وانا بحبها تبقى لونها كده، عاوزة تزودي في الصلصة براحتك. وقبل ما نلف ورق الخس بجهز الحلة اللي هرص فيها. بجيب حلة يبقى حجمها مناسب لكمية ورق الخس اللي هعمله. بحط فيها بصل متقطع حلقات زي كده، وعليه رشة فلفل اسود. طبعا تقدري تحط اي خضار انت حباه زي بطاطس مثلا، بس اهم حاجة تحط تحته اي حاجة، لان ورقة الخس بتبقى ضعيفة ورقيقة وهتتحرق بسرعة لو مش حطيتي حاجة تحتها. دلوقتي هنلف محشي الخس، وقبل ما نلف المحشي لازم تعرفي ان احنا بنحط الرز على ظهر ورقة الخس مش وشها، وظهر ورقة الخس هو اللي بيبقى فيه العرق بارز زي كده، وكمان بيبقى مش بيلمع، اما وش الورقة دايما هتلاقيه بيلمع وهتقدري تفرقي بينهم بسهولة متقلقيش. بنفرد الورقة على ايدينا وبنحط كمية صغيرة من الرز، مش بنكتر لانه لسه هينفش بعد ما يستوي، فاحنا مش عايزينه يطلع بره ورقة الخس. بعدين بنغطي الرز من الجزء ده عشان نقفله من الجهة دي وما يطلعش الرز بره الصابع. بنلف الصابع بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، واحنا بنلف الصابع بنضغط ضغطة بسيطة عشان الورقة مش تتقطع مننا، وانا بحب يكون الصابع رفيع مش تخين قوي. ده كده بالنسبة لورق الخس الصغير. بالنسبة لورقة الخس الكبيرة احنا مش بنحشيها بالحجم ده، احنا بنقطعها نصين بالطول زي ما بعمل في الفيديو، وبنشيل العرق اللي فيها كمان، وبعدين بنحشيها. واحنا بنحشيها نحشيها برضو على ظهر الورقة زي ما عملنا في الورق الصغير. وكمان لو الورقة لسه طويلة بنقطعها نصين بالعرض تاني، ونشيل الزيادة ونحشيها لوحدها، نعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. ودي حلة محشي ورق الخس بعد ما خلصتها كلها. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده في محشي الكرنب احنا مش بنملي الحلة على الاخر عشان المحشي ياخد راحته وهو بيغلي. وكمان برضو في محشي الخس مش بنلزقه جامد في بعضه عشان الشوربة توصل لكل المحشي والمحشي كله يستوي. بنجيب شوربة مغلية وبنحط عليها معلقتين صلصة من اللي عملناها ونقلبهم في بعض. بنسقي المحشي بالشوربة والصلصة، واحنا بنحط شوية شوية ونحرك الحلة ونهزها، ولازم نهز الحلة عشان الشوربة توصل لكل المحشي ومش يبقى فيه محشي ني بعد السوا. نسقيه لحد ما نوصل لتحت الرصة الأولى، لكن مش بنغطيه للآخر بالشوربة، وبتبقى زي كده زي ما انتوا شايفين، وده عشان ما يعجنش. تقدر تحط على وش محشي الخس طبق عشان المحشي ما يفكش لما يغلي، وتبقى تشيل الطبق بعد ما يشرب شوربته. نحط المحشي على نار عالية لحد ما يغلي، وأول ما المحشي يغلي بنوطي عليه على طول، وبتبقى على أوطى حاجة عندك عشان يستوي كويس، عشان لو فضلت سايباه على نار عالية هيشيط ومش هيستوي كويس.
ولو شرب الشوربة بتاعته ولسه ما استواش بنزود شوية شوربة مغلية شوية شوية لحد ما يستوي براحته. وده محشي الخس والفرخة اللي عملناهم النهاردة، وزي ما انتم شايفين طالعين جمل جدا، وحقيقي طعمهم كان خطير بجد، لازم تجربوهم مع بعض. ولو بتحبوا وصفات العزومات الرمضانية أسيب لكم فيديو محشي الكرنب والبطة في صندوق الوصف. ودي كانت سفرتنا للنهاردة، سهلة وبسيطة وتشرفك قدام أي حد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم وصفات عزومات رمضان اللي جاي. ولو حابين تشوفوا وصفة معينة لرمضان عرفوني في التعليقات. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في وصفة جديدة سهلة وسريعة ان شاء الله.